إن كنت قادر على فعل شيء فافعله، لا أنت إن فشلت بفاشله، ولا الزمان بمنتظره. أهلا بيكم في حلقة جديدة مع أحمد السيد. طبعا أنا بشكر كل الناس اللي بعتوا لي رسائل دعم ورسائل تحفيز على المحتوى اللي أنا بقدمه، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى منكم قبل أي حاجة، أول حاجة أنا كنت تدعوا لي إن ربنا يكرمني، وربنا إن شاء الله كمان يكرمكم ويحقق كل طموحاتكم وأمالكم. أتمنى منكم بس قبل أي حاجة الاشتراك في القناة ودعم الفيديو باللايك علشان الفيديو ينتشر. بداية كده خلينا نخش في أخبار الأهلي سريعا. طبعا كلنا عارفين إن في مباراة هامة جدا للنادي الأهلي، افتتاح بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة اللي الأهلي بطلها والأهلي متربع على عرشها لسنين وسنين. نادي القرن الأفريقي هيفتتح إن شاء الله بإذن الله البطولة بمواجهة سان جورج في القاهرة يوم الأحد القادم. الجهات الأمنية وافقت خلاص ب30 ألف مشجع أهلاوي بإذن الله يملوا كل الأماكن المخصصة ليهم، وأنا متأكد إن لو كان 60 ألف و70 ألف كان برضو هيكونوا ماليين المدرجات. ده عهدنا بجمهور الأهلي اللي دايما بيساند الأهلي في كل حتة، لدرجة إن هم ساندوه في سنغافورة في كرة السلة. يعني تتخيل كده معايا إن ألتراس أهلاوي مسافر مع اللي راح للبعثة في سنغافورة وساندهم في أول مباراة ليهم في كأس العالم للأندية، اللي فاز فيها النادي الأهلي على فريق إجنايت الأمريكي ب 82 78. طبعا فوز مهم جدا وفوز تاريخي ورقم قياسي للنادي الاهلي، ان ولا فريق من القاره الافريقيه قدر ان هو يكسب اي مباراه في كاس العالم للانديه. 25 هزيمه لكل فرق القاره، ويجي الاهلي المصري فخر افريقيا وفخر العرب انه هو يحقق اول فوز لنادي افريقي في كاس العالم للانديه بكره السله. طبعا النادي الاهلي هو السباق، والنادي الاهلي دايما عنده الشفره ومفتاح المفتاح السحري لكل البطولات في كرة القدم وكرة الطايرة وكرة السلة وكرة اليد. مفيش فريق في العالم يقدر ان هو يحقق ويحافظ على ألقابه ويكون هو مكتسح كل الألقاب في كل البطولات زي النادي الأهلي. مفيش الكلام ده. برشلونة الأسباني، ريال مدريد، كل الفرق العظيمة اللي احنا بنشوفها في أوروبا مستحيل انك تلاقيهم مكتسحين في كل الألعاب زي ما الأهلي مكتسح في كل الألعاب. ربنا يديم علينا نعمة الأهلي، ويا رب دايما في نجاح ودايما في بطولات. بإذن الله النادي الأهلي عنده مباراة هامة جدا في كأس العالم للأندية بعد ما كسب المباراة الأولانية. عنده مباراة غدا الساعة 10 صباحا، طبعا ميعاد صعب شوية، لكن طبعا فرق التوقيت بيننا وبين سنغافورة هيخلي دايما في مباريات في ساعات ممكن تكون بالنسبة لنا احنا غريبة شوية. يمكن ده بيفكرنا شوية بكأس العالم للأندية لما كان بيتلعب في اليابان، لما كنا بنصحى من الساعة 8 الصبح و9 الصبح عشان نتفرج على العشق بتاعنا النادي الأهلي. بإذن الله بالتوفيق ليهم، ولو كسبوا المباراة اللي هتكون ضد الفريق البرازيلي فرانكا البرازيلي، لو الأهلي تغلب على فرانكا البرازيلي هيتأهل للمباراة النهائية، وهيكون إنجاز وإعجاز أكيد مفيش كلام. تحية لكل فريق كرة السلة من أول أوجستين بوش لحد إيهاب أمين بطل الأبطال طبعا، بطلنا الكبير في كرة السلة، وكل الأبطال التانيين اللي موجودين في الفريق. بصراحة كلهم أبطال وكلهم رجالة، وعندنا مدير فني محترم يعني على أعلى مستوى، يمكن أفضل مدير فني لكرة السلة في تاريخ الكرة المصرية كلها. فان شاء الله باذن الله تكون مباراه جيده. ان شاء الله انا هحاول اصحى بدري واتابع المباراه، لان فعلا بجد انا بعشق الاهلي في كل البطولات، مش في مجال واحد او في كره القدم بس، لا ده في كل الالعاب الرياضيه. نادينا هو الفخر بتاعنا.
عندك حسام عبد المجيد، لاعب نادي الزمالك، اتوقع عليه غرامه 200,000 جنيه. انا بصراحه ما كنتش متابع الاخبار، انتوا عارفين يعني مش بغطي اخبار نادي الزمالك بشكل كبير، لانه انا يعني تخصصي ومجالي وهدفي هو اخبار النادي الاهلي، اللي هو بالنسبه لي هو اهم نادي في الكون يعني. فطبعا بالنسبه لي هيكون الاولويه عندي هي نادي الاهلي. لكن بالصدفه بشوف ان في 200,000 جنيه غرامه، ف يعني سالت ايه السبب، قال لك لا والله اصل هو كان في معسكر لنادي الزمالك عشان يواجه نادي بيراميدز، فلما عرف ان هو مش موجود في قائمه المباراه ساب المعسكر ومشي. نعم. انت لو شغال في طابونه حضرتك مش هتعمل كده يعني. يعني مع احترامي طبعا لحسام عبد المجيد، بس انت لسه صغير يعني. لما لعيب لسه في سن صغير زي كده يكون دي دماغه، فانت كده رايح في سكه باسم مرسي بقى والناس دي يعني، في سكه اللي هو انا مش متابع والله. ف مش عارف، بس يمكن دوت يمكن يكون بالنسبه لنا مؤشر ودليل على الحاله اللي موجود فيها نادي الزمالك حاليا اداريا ووسط اللاعبين وفي اوضه اللبس، ان في مش بس مشاكل، ده في مشاكل المشاكل يعني. كل مشكله وفيها عقده قد كده. فحقيقي يعني ربنا يكون في عون رئيس النادي اللي جاي، يعني وارث بسم الله ما شاء الله كميه مشاكل محتاج له سنين وسنين عشان يقدر يحل. بالنسبه للمباراه الوديه اللي خاضها الاهلي بين فريق يعني بعض اللاعبين الناشئين والفريق اللي ما شاركش في مباراه النادي المصري، الحقيقه المباراه دي عكس يعني ما انا كنت متوقع، انها مش بس مباراه حبيه كده وحاجه يعني تراي ماتش وكلام من ده وبتاع، لا ده فعلا كانت مباراه قويه جدا، وكان في طاقم تحكيم في المباراه، وكان كل حاجه تحس ان المباراه رسميه فعلا. واللي فهمته من المتابعات ان لا، مارسيل كولر استفاد جدا 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 من المباراه. يمكن كمان اشرك موديست. اللي انا ملاحظه ان مارسيل كولر عايز يشرك موديست على قد ما يقدر في المباريات عشان خاطر يكون يخش بسرعه في جوه الفريق ويخش وينسجم مع بقيه اللاعبين عشان يقدر ان هو ينسجم بسرعه ويقدر يفجر كل طاقاته اللي المفروض مارسيل كولر متوقعها من موديست، لان هو يعني ده ترشيح اصلا مارسيل كولر وهو متحمس له جدا. يا رب يعني. انا بالنسبه لي كنت اتكلمت معاكم امبارح في ان انا قلقان، يعني قلقان وخايف بصراحه من موديست، لانه فكره انه لعيب محترف قوي كبير عنده خبره يكون لسه يضيع كورتين زي اللي ضاعوا في مباراه النادي المصري، دي بالنسبه لي انا كان مؤشر غير طيب بالمره. يا رب يخيب ظني وفعلا يكون الموضوع بس عدم تأقلم، وانه فعلا بعد كده ينفجر معانا يا حبذا يعني. ده يبقى يعني يوم المنى. في الاول وفي الاخر احنا ما يهمناش غير مصلحة الاهلي، وفي الاول وفي الاخر ما يهمناش غير ان كل الصفقات اللي الاهلي جابها يستفيد منها، عشان احنا عندنا بطولات وعندنا هم كبير جدا جدا جدا. فمحتاجين لكل لاعب بالذات المحترفين اللي دفعنا فيهم ملايين. يمكن كنت عايز اتكلم على حاجه تخص فكره دوري السوبر ليج اللي انا يمكن كنت اتكلمت معاكم يمكن من كام حلقه فاتوا. انا حاسس ان البطوله دي بطوله هزء، اقسم بالله انا مش مرتاح ومش مطمن للبطوله دي. يمكن كنت اتكلمت معاكم ساعه موضوع سيمبا لما قلنا ان مباراه سيمبا هتكون جايه بعد توقف دولي ولاعيبه المنتخب وبقيه المنتخبات التانيين مش هيلحقوا ان هم المحترفين يلحقوا يرجعوا للنادي الاهلي وفي مشكله معانا وبتاع. قلت لكم الاهلي ينسحب، الاهلي ينسحب. يعني في الاول قال لك قيمه البطوله 7 مليون دولار، شابوه. بعد كده قال لك لا 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 لا، قيمه البطل 6 مليون دولار، ماشي. جه بعدها قال لك لا والله معلش هي 2.5 مليون دولار. طيب ماشي. بعدها حصل اجتماع بين الاهلي ومسؤولين الشركه الايطاليه المنظمه للبطوله، وقال لك لا والله احنا خلاص رفعنا القيمه ل 4 مليون دولار للبطل. لا حول ولا قوه الا بالله. بتحصل ماشي. جالك بعد كده الاهلي طلب منهم مستند رسمي عشان خاطر يعني يكون حاجه واضحه،
يكون فيها المعايير، يكون فيها الجوائز، يكون فيها المفروض الحاجات دي كلها اصلا تكون خلصانه من مده. جه قال لك لا والله الحقيقه لسه مش عارفين هنعمل ايه، فمنتظرين بس لحد ما نقرر القرار النهائي بخصوص الابطال المشاركين. كل فريق هياخد كام، سواء البطل سواء الوصيف. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ بطوله ريحتها مش حلوه. انا بتكلم معاكم بمنتهى الامانه، انا اكتر واحد متحمس ان الاهلي يا رب يخش في كل البطولات الممكنه وياخد بس انا بجد فعلا شايف ان البطوله دي مش، لا يعني حاجه مش مظبوطه. في حاجه مش، الشركه الايطاليه على الاتحاد الافريقي في حاجه مش مظبوطه. الدنيا مش واضحه ومش مفهومه، والجوائز مش مفهومه، وفي الاخر ممكن ترسلك على 2.5 مليون دولار ويمكن اقل. فانت هتدخل نفسك في مشكله من دلوقتي. انا مش عارف بصراحه. يعني انا شايف ان مجلس الاداره لو ما خدش رد وافي وشافي من الجهه المنظمه ومن الاتحاد الافريقي لكره القدم، انه يعرف البطوله دي ماشيه ازاي وجوائزها ايه بالظبط والبطل والوصيف والدنيا ماشيه ازاي، الاحسن والافضل للاهلي ان ما يخشش. كده كده البطوله دي لا تؤهل لشيء. يعني دوري ابطال افريقيا هو المؤهل لكاس العالم للانديه، ده الاهم. لما قلنا دوري السوبر ليج قلنا عشان خاطر قيمته الماديه الكبيره، بتتكلم في 6 و7 مليون دولار. تمام، طبعا تشارك في 6 و7 مليون دولار في كام مباراه، يا سلام، يا ريت. لكن لما تبقى حاجه مش واضحه بالمنظر ده والشيء مبهم، انت مش فاهم له اول من اخر، لا يبقى على مسؤولي الاهلي ان هم يراجعوا نفسهم قبل ما نخش في دوامه مع الاتحاد الافريقي ونخش في دوامه مع ايه، الشركه الايطاليه المنظمه للبطوله. خلصت اخبارنا، حلقه سريعه وخفيفه، يا رب انا كمان اكون خفيف عليكم. باذن الله استنوني بكره في حلقه جديده مع احمد السيد. السلام عليكم.